في الفيديو ده هعلمك تقنية من تقنيات الأوستيوباثي اللي بتساعد جدا الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، حموضة، التهاب المعدة، التجشؤ، الإحساس بالامتلاء وحاجات تانية كتير. أهلا، إزيك؟ أنا ألكسندر موتا، أخصائي علاج طبيعي وأوستيوباثي ومؤلف الكتاب الإلكتروني سيجريدوس دا كولونا سامدور. العلاج بالأوستيوباثي ليه طريقة مميزة في إنه يبص للجسم ككل كحاجة واحدة متكاملة. كل الأجزاء وكل التركيبات في الجسم متصلة ببعضها، وكل جزء بيعتمد على التاني عشان يشتغل كويس ويبقى فيه صحة. المعدة لها علاقات كتير بالحجاب الحاجز وبالعمود الفقري وبالكبد وبأعضاء تانية وكمان بالرأس وبالجمجمة، والعلاقة دي مع الجمجمة هي اللي هنشتغل عليها النهاردة. قليل جدا من الناس يعرفوها وعشان كده محدش بيستكشفها كتير. من أهم الأعصاب اللي بتنظم الإيقاع ووظيفة المعدة هو العصب الحائر. هو بيخرج من الرأس من قاعدة الجمجمة من خلال فتحة اسمها الثقبة الوداجية أو الثقبة الممزقة، والتمرين اللي هعلمه لك دلوقتي هو علشان يحسن الممر ده. وفي نهاية الفيديو هقول لك فوائد تانية للتمرين ده. الثقب الوداجي أو الثقب الممزق بيكون بين العظم القذالي اللي هو العظمة اللي ورا في الرأس والعظم الصدغي اللي هو العظمة اللي عند الأذن، صح؟ في الناحيتين هو بيكون تقريبا هنا من ناحية، ومن الناحية التانية يبقى وانت نايم هتحط منطقة السونار والهايبوسونار، قاعدة ايدك على طول ورا ودنك هنا، معصمك هيبقى لازق في ودنك، ماشي؟ وبإيدك التانية هتعمل بنفس الطريقة، قاعدة ايدك ورا ودنك بس على بعد 3 صوابع ورا ودنك. وانت ايديك في الوضع ده هترخي راسك ورقبتك على قد ما تقدر، وهتضغط بإيديك الاتنين كأنك بتضغط عليهم، بس هتحط ضغط قوة. تخيل انك بتضغط على بيضة من غير ما تكسرها، وهتضغط لمدة 6 ثواني وبعدها ترخي لمدة 6 ثواني. ممكن تستخدم الطريقة اللي علمتك عليها في الفيديو تاني، تعد 1001 1002 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 وانت بتضغط، بعدين ترخي 1 و2000 1001 1002 1003 1004 1005 1006. هتعمل 10 دورات من دي، هتضغط وترخي 10 مرات، كل مرة 6 ثواني، ماشي؟ بعدين هتبدل الإيدين، الإيد اللي كانت لازقة في ودنك هتزحلق 3 صوابع لورا، والإيد اللي كانت 3 صوابع ورا هتلزقها في ودنك، وهتكرر 10 دورات كمان من الضغط والاسترخاء، 6 ثواني ضغط و6 ثواني استرخاء. وعلى قد ما التمرين ده شكله بسيط هو مهم جدا، وده لأن في الفتحة الوداجية بيمر منها هياكل كتير مهمة جدا لصحتنا. العصب المبهم زي ما قلت قبل كده هو أكبر عصب في الجمجمة، بيطلع من الجمجمة وينزل في الرقبة والصدر لحد البطن، وفي الطريق ده بيتواصل مع أعضاء كتير زي القلب والرئة. عشان تتخيل أهمية العصب ده، هو بيساعد في التحكم في معدل ضربات القلب، ضغط الدم، حركة التنفس، وكمان بينظم عمل المعدة لحد الأمعاء، يعني بينظم جزء كبير من عملية الهضم. العصب الإضافي هو عصب قحفي تاني، وهو مسؤول عن انقباض عضلات الرقبة وعضلة الترابيز اللي هي دي فوق الكتف. التمرين ده كمان ممكن يخفف الألم والتوتر في الرقبة وفي عضلة الترابيز. في كمان تركيب مهم تاني وهو الوريد الوداجي، ده وعاء دموي مهم بيرجع الدم من الرأس للقلب. ده معناه إن لما نفك الضغط عن الثقبة الوداجية بالتمرين ده ممكن نحسن الدورة الدموية في المخ، وده ممكن يخفف أنواع معينة من الصداع وبعض أنواع وجع الرأس. ما قلت لك إن التمرين ده كان مهم؟ خليني أفكرك بحاجة. على قناتي على يوتيوب دكتور ألكسندر موتا هتلاقي قوائم تشغيل كتير متقسمة حسب مناطق الجسم. مثلا في قائمة تشغيل ألم الركبة أنا اخترت نصايح كتير وتمارين كتير حتى لو مش للركبة بس، ممكن تساعد أي حد عنده ألم أو عدم راحة في الركبة. يبقى روح شوف هناك. الفيديو بتاع النهاردة خلاص. مثلا الفيديو ده موجود بالفعل في قائمة تشغيل جودة الحياة، وقائمة تشغيل ألم الرقبة، وقائمة تشغيل ألم الكتف، لأنه ممكن يفيد في كل الحاجات دي. أنا هكتفي بكده، تحية كبيرة وأشوفكم في المرة الجاية.